بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة سنة تالتة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في lesson 3 الدرس الثالث من يونت 2 من الوحدة التانية. درس النهاردة بعنوان staying healthy، البقاء بصحة. exercise تمرين أو يتدرب أو يتمرن. wash يغسل. clean ينظف. stay in bed يمكث في الفراش. rest يستريح أو راحة. medicine دواء. habits عادات. washing غسيل. advice نصيحة. بعد كده عندنا تصريف الأفعال. listened يستمع. needed يحتاج. forgot ينسى. felt يشعر. بعد كده عندنا تعبيرات وحروف جر هامة. take care of يعتني بي. keep my body healthy أحافظ على صحة جسمي. take medicine يتناول الدواء. feel much better يشعر بتحسن. بعد كده عندنا نقاط هامة على نصوص الاستماع والقراءة. فأول جملة بيقول لي مايا often forgets to wash her hands، يعني مايا غالبا بتنسى إن هي تغسل إيديها. one day في يوم من الأيام مايا felt sick، مايا شعرت بالمرض. سلمى told مايا، وسلمى أخبرت مايا to take care of herself، إن هي تعتني بنفسها. مايا washed herself carefully، ومايا غسلت نفسها جيدا وبعناية. ate eggs أكلت بيض and fruit وفاكهة and drank water وشربت مية. مايا felt much better after a few days، ومايا شعر بتحسن بعد أيام قليلة. هنا بيقول لي choose the correct answer، اختار الإجابة السليمة. number 1 علي is tired، علي متعب. he needs to هو يحتاج أن. نفكر مع بعض، اللي تعبان محتاج إيه؟ تمام، he needs to rest محتاج أن يستريح. number 2 we mustn't take نقط، لا يجب أن نأخذ إيه without asking a doctor بدون أن نسأل الطبيب. مفروض ما ناخدش إيه إلا ما نسأل الطبيب. تمام، medicine دواء، يبقى we mustn't take medicine لا يجب أن نأخذ الدواء without asking a doctor بدون أن نسأل الطبيب. number 3 I stay in bed when I am not، أنا أمكث في الفراش لما أكون إيه؟ بفضل قاعد في الفراش أو في السرير لما أكون إيه؟ برافو
sick. يبقى I stay in bed، أنا أمكث في الفراش when I am sick، لما أكون مريض. Number 4. Drinking water and exercising are important healthy نقط. شرب المية والتدريب هي إيه؟ صحي مهم. نفكر مع بعض. شرب المية والتدريب إيه؟ تمام، habits، عادات. يبقى drinking water and exercising، شرب المية والتدريب are important healthy habits، هي عادات صحية مهمة. Number 5. The doctor asked my grandpa، الدكتور طلب من جدي to take the medicine، إنه ياخد الدواء and نقط in bed، وإيه في الفراش. نفكر مع بعض. ناخد الدواء وإيه في الفراش. برافو، stay، نمكث. يبقى the doctor asked my grandpa، الدكتور طلب من جدي to take the medicine، إنه ياخد الدواء and stay in bed، ويمكث في الفراش. Number 6. Nurses take note of sick people، الممرضات إيه للناس المرضى and help them feel better، وبتساعدهم إن هم يتحسنوا. هو الممرضة بتعمل إيه للناس المرضى وبتساعدهم يتحسنوا؟ في جملة كده خدناها أو في لفظ بيقول take note of، بمعنى يعتني بيه أو يهتم بيه. برافو، take care بمعنى take care of، بمعنى يعتني بيه. يبقى nurses take care of، ممرضات بتعتني بالsick people، بالناس المريضة and help them، وبتساعدهم feel better، إن هم يتحسنوا. Number 7. I not to keep my body healthy، أنا إيه لكي أحافظ على جسمي بصحة. إيه الفعل اللي بعمله علشان أخلي جسمي بصحة جيدة؟ برافو، exercise، أتمرن. يبقى I exercise، أنا بتمرن to keep my body healthy، علشان أحافظ على جسمي بصحة جيدة. بعد كده look and rearrange the letters to make a word، انظر وعيد ترتيب الحروف علشان تعمل كلمة. أول كلمة عندنا أو أول صورة عندنا صورة بنت نايمة ومستريحة، وكلمة يستريح يعني rest، R E S T. الصورة اللي قدامنا بعد كده في نمبر 2 صورة مجموعة من الأطفال بيتمرنوا، ويتمرن يعني exercise، E X E R C I S E. بعد كده عندنا طفلة مريضة، ومريض يعني sick، S I C K. بعد كده هننقل على listening and reading، الاستماع والقراءة. I exercise to keep my body healthy، أمارس الرياضة لكي أحافظ على صحة جسمي. I clean my room every day، أنظف غرفتي كل يوم. I rest to keep my body healthy، أستريح لأحافظ على صحة جسمي. I wash my hands before I eat، أغسل يدي قبل أن آكل. I stay in bed when I am sick، أمكث في الفراش عندما أكون مريضا. I take medicine when I am sick، أتناول الدواء عندما أكون مريضا.